ده فلوج يوم في حياة من مرسى مطروح، وده تالت يوم. جماعة الناس اللي سافرت قريب مرسى مطروح هل بيتعبوا؟ يعني أنا حاسة إن أنا وعيلتي تعبانين كل يوم بشكل غريب، فدعواتكم لينا بالشفاء وقولوا لنا ايه أسباب التعب، المعدة بالأخص والبرد الفظيع ده. المهم احنا كانت وجهتنا النهاردة شط كيلوباترا. في الفيديو اللي فات كتير منكم رشحولي الشط دوت، فيلا بينا. والصراحة احنا يعني الوقت اللي احنا اخدناه من الشط يعني من شارع اسكندرية لحد الشط كان حوالي نص ساعة، ولكن انا مستغربة جدا الهوس اللي الناس مهوساه بشط كيلوباترا، لان انا لما روحته يا اما انا اتضحك عليا بقى واتقال لنا ان هو ده الشط، يا اما في حاجة غلط، لان انا حسيت ان المكان مش جذاب نهائي. القعدات هناك وحشة، المية كمان مش نفس المية اللي انا كنت بشوفها في الصور والفيديوهات عن شط كيلوباترا. اوفر دوز تدخين بقى، زائد انه القعدات طبعا عشان انا فوق ما كانش فيه قعدات صف اول، كله بيقعد على حسب. ده تالت شط نروحه، وده اسوأ شط بصراحة انا شايفاه. المية بتاعته غير مقارنة طبعا بالأبيض، وكمان مش يعني بتفضل ماشي كتير قوي وهو نفس الارتفاع، يعني ما بحس انه كل واصل لكعب رجلي، مش قادرة ان انا، فما حبيتش المية الصراحة وما حبيتش اليوم. بعد كده واحنا مروحين عدينا على مطروح اوليفي ديت معصرة زيتون، والراجل قال لنا ان هي ديت يعني اقدم معصرة زيت زيتون في مرسى مطروح. جماعة ارجوكوا جربوا الطحينة اللي بزيت اللي بسمسم فقط من غير اي اضافات، دي في حتة تانية. انا دقتها عنده خطيرة خطيرة، انا ما بدقهاش حرفيا الا في مرسى مطروح، لا في حتة تانية بصراحة. طبعا عنده كل انواع الزيوت، زيت الزيتون طبعا. زيت الزيتون علب الطحينة ديت النص كيلو كان ب90 جنيه، زيت الزيتون البكر كان بالكيلو كان ب450 جنيه في ازاز. عنده كمية توابل الصراحة خطيرة، ودقت من عنده اللي هي الزعتر بالعيش وزيت الزيتون، يعني اتهبلت بطعمهم، اول مرة في حياتي اكل الميكس ده خطير. عندهم كمية شامبوات طبيعية المفروض على حسب كلامهم، والصابون عندهم ريحته في حتة تانية. انا الصراحة كنت جربت من فيرجينيا صابونة الفحم، ما حسيتش ان هي عملت حاجة، وجربت برضو صابون، انا بتكلم هنا عن الريحة، انا معرفش طبعا تأثيرها ايه، لانه انا اللي انا جربته حسيت ان هو اي كلام بصراحة. البنات اللي بتسألني على نظام الشواطئ والدخول ورسوم الدخول والشماسي والحاجات دي، انا عشان رايحة تبع فوق فانا حقيقي مش عارفة. لو حابين ان انا اسأل لكم ادارة الشواطئ بعد كده واقول لكم الاسعار ايه، اكتبوا لي في الكومنت. كمان هو دوقنا من التمر الاصفر دوت والتمر اللي بسمسم، ولكن حسيت ان طعمهم عادي زي بقيه الحاجات اللي موجوده في مطروح، ما حسيتوش ان هو حاجه مميزه. والمفروض ان احنا يومنا كان يبقى طويل وننزل، ولكن طبعا بسبب التعب اللي قلت لكم عليه ولا اتحركنا ولا خرجنا من فروحنا اتغدينا ونمنا وصحينا تاني يوم يعني نمنا تقريبا الساعة 7 مساء، صحينا تاني يوم الساعة 9 صباحا. فيلا اشوفكم في فلوج جديد، وباي باي.